السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض سمنة بلدي. معايا علبة سمنة صفرة 2 كيلو، أنا جايباها ب100 جنيه، ومعايا كيلو زبدة صفرة جايباها ب100 جنيه، ومعايا كيلو لبن كامل الدسم ب24 جنيه، يعني 224 جنيه. هنحط كل المقادير دي كلها على بعض على نار هادية جدا جدا لمدة ساعتين، ومن وقت للتاني نفضل نقلب فيه. انا سألنا على سمنة البلدي 2 كيلو، لقيتها ب500 جنيه، يعني اوفر النص بالنص. فنعملها في البيت، وطريقة سهلة جدا، مش هتاخد منك غير ساعتين زمن بس، وهتقعدي من وقت للتاني تقلبي فيها. هتعرفي ان هي استوت ازاي، ان اللبن دوت هيفضل يغلي مع السمنة، هيطلع مرطة. المرطة دي وشها يبقى لونه بني، هتلاقيها نزلت في القاع، في القعر بتاع الحلة، والوش صافي. قبل كده ما تطفيش عليها، هتعرفي كده ان هي استوت. هتصفي السمنة من المرطة بعد ما تبرد، وبالهنا والشفا، وهتدعولي. وهنا يما بقول لكم كده علشان الاسعار اللي الواحد شايفها. عملت لي 3 كيلو سمنة بلدي صافي، ونص كيلو مرطة. بص هنا انا بوريكم ان المرطة ما تحرقهاش، تبقى لونها بني. فهنا بوريكم ان بصي عملت لي ده كيلو، برطمان كيلو، وبرطمان والعلبة 2 كيلو. انا مليتها حد قبل الاخر بشوية، دي 2 كيلو. وهنا بوريكم ان الحلة ما اتحرقتش مني، قعدت ساعتين على النار ما اتحرقتش. وهنا المرطة طعمها جميل، حط لها حبة ملح، وممكن تحطوها على المش تاكلوها، وبالهنا والشفا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم. ادعولي.